انا متاكده انك غتولي مدمنه عليها. كتجي خفيفه، كتجي هشيشه، كتجي قطنيه ومنسمه. كنحتاجوا لها واحد البرتقاله كبيره، كنغسلوها مزيان ونقطعوها مربعات، كنديروها في الخلاط الكهربائي. كنزيدوا عليها كاس ديال السنيده بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، كاس لاروب ديال الزيت، حك ديال يوغورت طبيعي، وكنزيدوا 4 البيضات بحراره المطبخ. كنسدوا على هاد العناصر، كنديروها في الخلاط وكنطحنوها مزيان مزيان حتى كتجانس العناصر كلها وكتولي ديك القشره مطحونه مزيان. غتعجبكم يا البنات، غير جربوها وردوا عليا الخبر. من بعد كنخويوها في البول وكنضيفوا لها واحد 2 كيسان ديال الدقيق، 2 كيسان ونصف ديال الدقيق، تقريبا واحد 3 الكيسان قل شويه. العبار بالكاس ديال العنبه و2 خمارات ديال الحلوه. كنحركوا هاد العناصر مزيان حتى كتنسجم. كنجيبوا المول اللي غيدخل الفران، كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق وكندخلوها على 180 درجه حتى كطيب من التحت، ومن بعد كنشعلوا لها الفوق تكمل الطياب ديالها. ملي كطيب كتولي على هذا الشكل هذا، كتجي خفيفه، كتجي لذيذه اسفنجيه وقطنيه. انا غنقطع معكم واحد الطريف تشوفوا كيفاش كتجي هشيشه رائعه، واحد النسمه فيها ديال القشره ديال الليمون واعره. ما تنساونيش من تعليق وجيم وبارطاج، والى فيديو قادم ان شاء الله.